لين يتغير لونهم ويتضاعف حجمهم. بعدها نصبوا لهم نص طاسة من الزيت، طاسة من الحليب، وهم تاني باش يتخلطوا المكونات السايلة مع بعض. خطوة ان التمر نحطوه على الدقيق، نحركوها باش ما يقعدش متماسك في بعض، والكاكاو والبيكنج باودر والبيكربونات والملح. خلطوا المكونات الجافة كلها مع بعضها باش نصبوها على المكونات السايلة. نحركوهم مع بعض، نجيبوا طاسة من المية السخونة نحطوا عليها كشيك نسكافيه. كيكتنا واتية. بالنسبة للطاجين متاع الكيكة حندهنوه بالطحينة، نحطوا كمية لباس بيها وننزلوا كيكتنا في الطاجين وندخلوها الكوشة. لما تطيب وتبرد عندي دبس التمر من الواحة طبيعي 100% وبدون اضافات سكر. سقيت به الكيكة، درت لها شوية من الكريم شانتيه. لا تنسوش تنحوا الطبقة الفوقية والجناب يكون شكلها متساوي، ودوبت هنا شوكولاتة وحطيت لها لوز. بعدها قصيت الكيكة متاعي صويبعات بالطريقة هي، وبديت ناخذ فيهم وننزل فوقهم في الشوكولاتة، مجرد ان هي شوكولاتة مش قناش، ما تزيدوهاش اي اضافات، ودخلوها الثلاجة ويطلعوا عندنا احلى صويبعات كيكة تمر ورب زي العسل. جديات، والسلام عليكم.